صباح الخير واهلا وسهلا. مدن راس الحكمه مدوخاك، تعرف تاخد قرار في الساحل الشمالي؟ ايه رايك في مدن ولا واي او زد من المشاريع؟ المقارنه مطلوبه، لازم محدش بيشتري العقار اللي هو اغلى حاجه بيشتريها في حياته لما يقارن في نفس الكاتيجوري. في مثل كده بيقول when it comes to compare يا اخي compare apple to apple. مثال سريع كده عشان تفهم معايا انا عايز اقول لك ايه. لما اجي اقارن ايفون 17 اقارنه بايفون 16، كواليتي الكاميرا هنا اكتر من هنا بحاجه بسيطه، البروسيسور هنا زي هنا، الكاباسيتي هنا هي هنا، بس هنا يفرق عن الديزاين كذا في بتاع كذا. صح كده؟ صح كده. بس ما ينفعش اجيب ايفون 17 باجدد حاجه نازله في سامسونج، لا بروسيسور هو ولا سوفت وير هي ولا سعر هو ديزاين للتليفون هنا هو نفس الديزاين للتليفون هنا، ولا ريسيل ايفون 17 هيبقى زي ريسيل سامسونج اخر او احدث حاجه. فهمت؟ يعني لما تيجي تقارن مدن الاماراتيه هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، لان انا لازم عشان اقارن اوديك جوه الاول المدينه، وبعد كده اقول لك ليه المشاريع دي هتبقى بالنسبه للمستثمر بالنسبه للاند يوزر ممكن احسن هنا او ممكن احسن ليك هنا، خلاص في مدن على حسب الكلام اللي هنقوله. طيب ما ينفعش تقارن سيتي بروجكت 250 او 300 فدان. مدن المرحله الاولى اللي نازله بيها وادي يم هي 2000 فدان، دي المرحله الاولى فقط. مره ونص مراسي 1500 فدان مراسي. الله، يعني ايه؟ يعني مراسي من 2008 لما ابتدى يلونش المشروع، خلي بالك بقى معايا لو سمحت، خلي بالك معايا، لما ابتدى يلونش مشروع مراسي قعد 10 سنين عشان يبتدي الترافيك يتحقق. عوامل الاستثمار، اتفرج على الفيديوز قبل ما تتفرج على الفيديو ده بالذات. عوامل الاستثمار واستهداف مصر للسياح 2030 وكل ده مربوط باللي انا هقوله دلوقتي، فمن فضلك لو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه وتعالى كمل الفيديو معايا. من 2008 10 سنين عشان يحصل ترافيك ما، يعني 2018 عشان يحصل ريسيل معين بنمط معين واوفر برايس معين والناس تكسب. دخلنا في مراسي كل ده. طب دخلنا في 2020 2023 24 الريسيل عمال بيزيد فيها، الوان بيدروم وصل 13 14 مليون كاش. بعد كام سنه يا فندم؟ بعد كام سنه؟ ارجع بقى معايا مدن الاماراتيه مرحله 2000 فدان، وخلي بالك من التارجتنج اللي المدينه بتعمله. هي قليله يا جماعه؟ لا طبعا، ده احنا بفضل ربنا دي هتحرك السياحه في مصر والساحل الشمالي في مصر والدخل القومي لمصر، وهتحرك حاجات كتير جدا. ده مهم جدا، ده حدث بيحصل هذا المشروع. ماله بقى؟ اتفرج على التارجتنج اللي مدن بتعمل. بحضرتك بتقول لك مدينه 40 بتاعها اللي هو الحاجات المواجهه يعني على البحر فيرس برشلونه. ركز معايا، حاطط لك ماب راس الحكمه وحاطط لك ماب برشلونه، وقايل لك هنا 2 مليون نسمه هيسكنوا في هذه المدينه، وقايل لك هنا 1.6 يعني مليون و600 الف نسمه ساكنين في برشلونه. قال لك انا عندي هنا اليونتس والتيكت برايس كذا، هناك عنده اللي هو بيقول لك يعني ان انا كسبان في ايه. يعني بيقول لك عامل لك ماب كده، هنزل لك الصور دي، مطلع منها كده اشارات للمسافه ما بيننا وما بين مدن روسيا، لندن، سبين. 4 ساعات. هو بيكلم مين؟ الله، هو بيكلم مين؟ مش قلت لك قبل كده في الفيديوز اللي قبل كده الديفلوبر المشروع بتاعه هو عامل تارجتنج للكلاينتيل اللي هيجي يسكن جوه. طب خلي بالك بقى، يا مين؟ يا الاثنين، يا الانفستر ويا الاند يوزر. بيزد اون ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده، مش وجهه نظر محمد هشام الشخصيه، وجهه نظر الماركت، شريحه بنقارن بيها 5 أو 10 سنين فاتوا، الكريديبيليتي ونفس القوه بتاعت الديفلوبر ونفس كل حاجه، فبنقول او بنتوقع او الارقام بتقول او البومنج بتاع الساحل بيقول ان في 5 سنين في 10 سنين جايين هيحصل الواحد والاثنين والثلاثه. هو انت وانت بتستثمر بناء على ايه؟ او انت بتسكن بناء على ايه؟ بناء على كده يعني. هل عندك مثال سريع، هل عندك شك ان صادق بال ميلز او غيره لما ينزل مشروع اوف بلان 4 سنين استلام هتقولي لا انا خايف ما اعرفش المطور ده هيبني ولا مش هيبني ولا هيسلم بكواليتي عامله ازاي؟ لا طبعا، ما حدش بيقول كده. انت بتشتري رمل، تعمل تعاقد وانستولمنتس على 8 أو 10 سنين على حسب بيمنت بلان، وبتشتري استلام بعد 4 سنين انت مش شايفه based on experience, credibility والصيانه وقوه عملها هذا الكيان. صح كده؟
طيب بالمناسبه مدن الاماراتيه شركه كوميرشال اعتقد او تشغيل، اول مره هتشغل كوستال بروجكت بهذا الحجم، ولكن هي شركه تابعه للاي دي كيو، الصندوق السيادي الاماراتي، خامس اقوى صندوق مستوى العالم. جايبه معاها بارتنرز اقوياء من امريكا، شركه بتعمل مش عارف الكوست والتارجتنج المعين، الماستر بلانر اقوى حاجه، اللي بيعمل المطارات اقوى حاجه. قوي قوي. ايوه، ما دي قوه الصندوق السيادي الاماراتي، داخله تعمل استثمار عالمي. لمين؟ اولا الاسعار اللي انت شايفها هنزلها لك دلوقتي، الاسعار اللي من 1 بيدروم من اول 16 مليون، وده اللاج فينيش الترا لاج. ال1 بيدروم اللي من اول 16 مليون اللي بيوصل ل 20 مليون دي اسينج برايس، مفيش ديفلوب. بينزل الستارتنج برايس ويفضل يبيع يونتس كتير بالستارتنج برايس ده. الستارتنج برايس ده ليك سريعا كده، هي اليونت القبلي، اليونت اللي مش شايفه احلى فيو، اليونت البريميوم نسبة التميز فيها قليلة. طب ال 20 مليون هي اليونت الخطيرة فانت هتلاقي اللي ب 16 مليون؟ لا. طب هتلاقي اللي ب 20 مليون؟ وارد، احتمال ضعيف، ولكن بعد لما يبيع دايركت للمستثمر الأجنبي عشان العملة الصعبة أولى يدخلها وغيره وغيره، هيبتدي يبص لحضرتك طبعا، فهتلاقي السعر اللي انت شايفه في الفاكت شيت او الاسعار الابتدائيه اللي نازله، ممكن يا سلام لو لقيته الحمد لله خير وبركه، وممكن ما تلاقيهوش. انا ليه بقول لك كده؟ اي ديفلوبر خلي بالك، بس طبعا بتفاوت. يعني في ديفلوبر برايس لل1 بيدروم 6 مليون 200 تلاقيها في اللونش ب 7.5، من 7 ل 7.5. ده منطقي، يعني ده بيحصل لان الويف الاولانيه لما انا ليه بقول لك كده بقى؟ عشان ما تعلقش طموحاتك وامالك. opportunities كتير موجوده، هنقارن دلوقتي بقى ما بينهم، وتروح متعلق بمدن وفي الاخر لا منك اشتريت ولا منك لحقنا، يا انفستور ويا اند يوز. انا قلت لك في بدايه الفيديو when it comes to compare ابل تو ابل، صح كده؟ ما ينفعش اقارن مدينه بصادق جونز او اوجامي، ده احدى مشاريع صادق الساحل الشمالي، وعنده سيزر كمان نازل بمرحله في منتهى الجمال، الفيلاز كلها سنجل فاميلي كومباوند وسelection خطير وغيره، ب 35 مليون ستارتنج. بكلم مين؟ انا بكلم بس الناس اللي عايزه ترتقي باستثماراتها او تعلى بطموحات الاستثمار شويه وتطلع في الحته الايه، تمام؟ ما تتخضش من الارقام، انا باخد ده مثال ممكن تطبقه على كاتيجوري بي وممكن تطبقه على كاتيجوري سي حتى يا اخي، بس رنتل اللي هيجي لك قيمه الايجار وكتير برايس ابريشيشن في اليونت بتختلف من ديفلوبر قوي لديفلوبر تاني وغيره. ما تقارنش مدينه نازل فيها اول مرحله 2000 فدان بمشروع كوزي بالنسبه لها 250 فدان 300 فدان يا سيدي، يا سلام لو كان 150 فدان مع ديفلوبر قوي، وتقول لي ان انا لو اشتريت في مدن ده انا سهل جدا ابيع، اخرج بيك واروح بيك. سام طلعت مصطفى المحرك القوي الخطير اللي ممكن نقول عليه من هنا لبكره قصص النجاح العظيمه، محرك السوق العقاري هو وبعض من المطورين. مساء الخير الناس اللي اشترت السنه اللي فاتت في ساوث ميد، وكل اللي كلمهم باقناع شديد، يا فندم وبيع بالشيك، يا فندم وبيع السنه اللي جايه، يا فندم وبيع بعد 6 شهور، واحنا عمالين نزعق ونقول يا جماعه شكل السوق اتغير من بعد 23 المخزون الدولاري لما دخل وتحققت مصر من النجاح في انخفاض لقيمه العمله. البنك المركزي ادى قرار ان قيمه العمله تنزل، خلاص ما بقاش ب 60 و70، انزل ل 45، طلع تاني 50 ونزل دلوقتي 48. فبقى عندي ستاندرد وريفرنس دولار مستقر عليه بقاله اكتر من 6 شهور او سنه، فبقى مفيش ما يدعو من ان انا ككلاينت متخوف ان الدولار هيطلع او على امل ان الدولار يطلع، فهو الدولار مؤثر في قيمه العقار فابيع، لان انا اشتريت الدولار النهارده ب 50 بقى ب 60، فقيمه الوحده في الديفلوبر زادت، فانا اقدر اعمل فليبنج واوفر برايس. ما بقاش موجود. بفضلك بقى لان انا باخد من كلامكم وبديكم اللي ربنا كرمني بيه من معلومات. باخد من كلامك انه انا هشتري في ساوث ميد، وايه رايك حضرتك انا اشتريت السنه اللي فاتت ساوث ميد، ابيع دلوقتي؟ طب ليه مش راضي يتباع؟ مدينه يا جماعه، انا هقعد ازعق اهو، مدينه 4500 فدان او 5000 فدان مش فاكر كم الف يونتس، كم الف هيشتري، وبغرض ان انت الوحيد اللي ده عشان تستثمر فيه وتبيعه او تاجره. كم الف واحد زيك شاري وعايز يبيع وعايز ياجر. فين عامل النضج بيتحقق عليه الديماند والسبلاي؟ فين اليونت الوحيده يعني قليل في البروجكت
اللي معايا كل الناس تايهه وبتسال عليها.